اهلا بيك استاذ منذر. ازيك؟ اخبارك ايه؟ ازاي صحتك؟ اولا البقاء لله. البقاء لله وقدر الله وما شاء فعل. يعني الحقيقه لما انا بقرا الخبر الحقيقه كنت مش متخيل مشاعرك يا ترى كانت ايه، ولكن اكيد قمه الحسره او قمه يعني اقول الحزن على ان هو كان بمثابه اب، وبالفعل كان في هالمسلسل اب، وهو اعلم ان في علاقه بتربطك بيه بشكل قوي بالراحل محمود الصوالقه. يعني هو احنا خسرنا ممثل مهم في البدايه. الله يرحمه. واللحظه اللي كانت، انا لحد اللحظه دي مش مصدق يعني. هي لحظه فعلا هو كان في المشهد بيموت. فهو ضمني قال لي يا بابا شكلي هموت بجد. بقول له انت بتهزر؟ قال لي شكلي هموت بجد. قلت له لا 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 انا هموت قبلك كده وبنهزر. وفي اللحظه نفسها اللي بنصور في المشهد يعني هو كان بيموت. هو كان بيموت فعليا، يعني بيموت. وكان يعني سبحان الله، يعني كان ملك الموت موجود معانا يعني. لا إله إلا يعني قدر الله ما شاء فعل، وندعي له بالرحمه. امين يا رب. امين. وبس. وطبعا وبنتمنى ليه طبعا الرحمه والاهل الصبر والسلوان، وبنعزي انفسنا جميعا ونعزي اهل الفن العربي والاردني على فقدان النجم الراحل محمود الصوالقه. واستاذ منذر يعني ما اقدرش اقول برضه غير ربنا يصبرك، الحقيقه ده كان ضغط نفسي عليك انا عارف بكل هي اللحظه صعبه. هي اللحظه فعلا. انا اول مره في حياتي حد كده بين ايديا، بس يعني انا مش عارف اتكلم دلوقتي. بس حابب اشكرك على لا ده انك كلمتني. ويعني حابب اعزي انا يعني الفنانين في الوطن العربي. اوكي. أكيد. وكلنا ليها زي ما بيقولوا. طبعا يعني طبعا ونعم يعني بالله ونعم بالله. ولكن حسب الوصيه انا عرفت ان الراحل محمود الصوالقه كان وصى ان حضرتك اللي تدفنه، مش كده؟ هو انت بتعرف لحظه الهزار دي انه انت هتدفني مش هتدفني كده. بنتكلم بشكل عادي جدا. هو كان حاسس يعني حتى كده هو في يعني المشهد كان بيتضرب بالرصاص كده، وبيكون يعني على الارض. فبيقول لي يا بابا انت اللي هتدفني. بقول له انت بتهزر. انت بتهزر. نعم. انت هتخلص المشهد دلوقتي ونقوم ونقعد وكل حاجه. سبحان الله. وبنفس اللحظه، في نفس اللحظه اللي بنصور فيها تعب كده. نعم. وقال لي مش قادر اتنفس. لا اله الا الله، فاضت روحه الكريمه الى برئها. استاذ منذر يعني انا الحقيقه انا بعتذر ليك، يعني اذا كنت مكالمتي دي يعني سببت ليك ضغط نفسي.